السلام عليكم، الصلاة على محمد وعلى آل محمد أجمعين. اليوم جبت لكم خبز قطني روعة. هاوليك الخبز تاعنا جا ما شاء الله، الله يبارك. ها نقسمه لكم. شوف كيفاش جا، شوف كيفاش جا متقد. شوف هاوليك، ها شوف تقولي شهدة تاع النحل، الله يبارك. ونروحوا للمقادير تاعنا. هايديك الفرينة تاعنا كيلو. انا الفرينة تاعي مغربلتها، يعني مغربلتها وصفيتها وحطيتها. نديرو كيلو تاع الفرينة، نديرو الباكي تاع لا ريفور تاع الحلوى شيميك هكذا، نديرو المغرفة تاع السكر ومغرفة تاع الخميرة تاع الخبز هكذا. نديرو 8 مغارف زيت، الكيلو 8 مغارف تاع الزيت هكذا. وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. نديرو الملح تاعنا هكذا. واللي عندها اللحظة بودرة دير اللحظة بودرة. انا ما عنديش اللحظة البودرة، مرفا نديرها باللحظة بصح ما نورمال. ندير لها الحليب، والحليب يكون دافي، ما يكونش سخون حتى يقتل الخميرة، وما يكونش بارد، يكون دافي باش الخميرة تاعنا تتفاعل هكذا. هذا نخلطو غير بالعقل. ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف، لازم تكون العجينه تتلاصق. صدقوني يعني الخبز روعه، يشهي خفيف قطن، حتى لي بيبي يقدروا ياكلوه، اللي ما عندهمش سنان، الشيوخ هادي كبار اللي ما عندهمش سنان، يعني طري على الفم، يجي قطني خفيف يشهي هكذا. نلمو كامل العجينه تاعنا بالحليب، يكون دافي ما يكونش سخون، خاطر الحليب سخون يقتل الخميره يا البنات، والبارد يخلي الخميره تاعك ما تتفاعلش هكذا. شوفوا العجينه تاعنا كيفاش تتلاصق، تخليها تريح زيت تشرب شويه، الفرينه تاعنا تشرب شويه داك الحليب، بصح ما تكونش عجينه يابسه وما تكونش مرخيه، تكون تتلاصق. شوف كيفاش تكون. هاد الباسينات اللي عندهم الغطاء ملاح للتخمارير، تخليك تغطيها، تخلي الخبز يخمر ويتفاعل، يعني ليه انا نحب ندير فيها انايا كي عندها الغطيوه الحاجه تخمر تمتم.
عاونونا في المعجنات بلا ما ديري هذيك بابي سوليفير وتغطي عليه يعني بالغطاء تاعها مام يطلع تتفاعل الهواء ما يدخلش كامل هكذا. شوف كيفاش جاتنا تتلاصق هكذا. هذه نحو العجينه هذه من يدينا هكذا هكذا هكذا. نغطوها بهاد الغطيوه تاعها، نغسل يدي نعاود نولي ونغطيوها بالغطيوه ونخلوها تخمر تطلع ونعاود نولي لكم. بعد ما تخمرت الخميره ديالنا هكذا وضعف الحجم تاعها نكسروا لها الخمير ديالها. ديروا يدينا هكا بشويه تاع الزيت باش ما خاطر العجينه تتلاصق يا البنات هكذا هكذا. وتهبطي لها كامل، تهبطي لها كامل الخمير ديالها هكذا. وهذا نكسروا لها الخمير تاعها. نخلوها تخمر تاني مره تطلع تاني مره ونعاود نولي لكم. بعد ما الخبز تاعنا زاد خمر البنات هاوليكا وطلع. شوفوا واش نديرو، نحكمو بابي كويسون هكذا، نديرو شويه تاع الزيت هنايا باش ما تلصقليش العجينه كي طيب. باسكو ما نديروش الفرينه، كي ديروا الفرينه البنات يجي معجن ويجي ثقيل، هو يجي شباب على جال الخفيه ديالو. دير الزيت في بابي كويسون باش ما يلصقلكش هكذا كامل. نديرو الزيت من هنا في هذه هاي الخميره تاعنا. كسروا لها الخمير ديالها ديروا يدينا باش ما تلصقش الزيت. نقسموها على 4. انا كيلو تاع الفرينه نقسمو على 4 خبزات هكذا. نمسح يدي هكذا، نقسمو هادي على 2 وهادي نديروها على 2. هادي الخبزه ديالنا هكذا. تخليها هنايا تخمر واحد 2 دقائق. نزيدو الخبزه الثانيه هكذا هذا. خليها تاني تتفاعل 2 دقائق. كل ما تتلاصق ديرها شويه زيت في يدك تترفد لك هكذا. هذه الخبزه الثالثه هكذا نديروها هنايا في الصينيه تاعنا. هادو ما يدخلوش الفوق بصح كي السنيوه اللي ديريها فيها ترفديها غير بابي كويسون تحطيها فوق السنيوه وتدخليها الفوق. هذاك بابي كويسون يعاونك باش ترفدي يعني. ديرها الفرينه ما تحليها
هي البنه تاعو في الخفيه تاعو. كديروا الفرينه زيدي تقال، نديروش الفرينه يقعد هكذايا جاري متلاصق. هذا هذه الخبزه الرابعه. قلت كان الكيلو اللي ندير به 4 خبزات، واللي حبيت ضاعف لي ميزور، ضاعف الكيلو ضاعف لي ميزور المقادير اللي عطيتهم لها. هكذا هذه الخبزه الرابعه. هكذا نديروها تاني هنايا ونخلوهم يتفاعلوا 2 دقائق يطلعوا، ومن بعد نعاود نولي لكم. بعد ما خليناها 2 دقائق البنات باش نقدروا نحلوها. هكذا تاني يديك غير قطره تاع زيت ماشي حاجه، هكذا وتخبزيها هكذا هاد العقل هكذا تخبزيها هكذا. هكذا شوفوا نبابل الخميره تاعنا يعني خفيه وخميره. شوف كيفاش طلعت، يعني خمرت طلعت ما شاء الله. هكذا بيدك تمشي لك هكذا. بابي كويسون كيكون من تحت وديري فيه الزيت باش ما تلصقلكش العجينه. بابي كويسون تمشي لك فاسيلمون هكذا. خبز خفيف قطني ناكلوه في رمضان لوليداتنا مع قهوه ساعه على ساعه، يعني من نوعه خطره طاجين خطره كوشه خطره. هذا خبز يعني مع قهوه ينجز، مع ماكله مع لاصوب مع سورتو في رمضان. وكي طيبيه الريحه في الكوزينه يعني ما نقولكش، الريحه تنفنف حتى لبرا. انا كي نطيبو حتى ولادي من برا يقولوا لي ماما ريحه الخبز زي برا. هكذا تحلي كامل بيدك هكذا. تحلي كامل. هي ما ديريش خشين بزاف خاطر يطلع يخمر وزيد داخل الكوشه يخمر. انا نحبو رقيق هكذايا باسكو زيد يعاود يولي يطلع. ما ديريش خشين، انا ما نحبوش خشين هكذايا. ديريه رقيق يخمر يزيد يطلع وداخل الكوشه يزيد يطلع. يعني ماذا بك ترقيه خير، ماشي ترقيه كامل مي شويه، يعني لو كان 1 سنتيمتر هكذا هكذا. هكذا ما حلينا الخبزه تاعنا جات الله يبارك. هكذا باش ما نطولش عليكم الفيديو نروح نحل كامل 4 خبزات ونعاود نولي لكم باش ما يجيش الفيديو طويل وتملوا منه. هذه الخبزه الرابعه. شوفوا الفقاعات الله يبارك. شوفوا هكذا تحليها بالزيت هكذا شوف الفقاعات هكذا. كي تكون يدك بالزيت تمشي لك العجينه هكذا. ما ديريهاش. شوفي الفقاعات الله يبارك هذيك ما ديريهاش خشينه هكذا. دوكي فتحناهم كامل في بابي كويسون ندير لهم البيض قبل ما يخلوهم تخمر باش ما خاطر كبات كاو يخمروا ودير البيض تهبطي لهم التخمير. هذه صافا البيض بشويه تاع الحليب هكذا تليها كامل. هذاك البيض الصفر تاع البيض شويه تاع الحليب باش يعطيك هذاك الاحمرار هكذا. نديرهم شويه سانوج للتزيين يعني هكذا هكذا.
هذا التشبح اختياري كما تحبي نتيا. واش تحبي الاعشاب ديري، ديروا شويه جنجلان، كان يقولوا سمسم هكذا، شويه جنجلان هكذا. هكذا وهنا كملنا الخبزه ديالنا. وبعد ما يخمروا ويطلعوا نديرهم في الفرن على 80 180 درجه باش ما نطولش عليكم الفيديو. نكمل الخبزات ديالي وبعد نولي لكم. هاوليك الخبز تاعنا بعد ما طاب البنات. خبزه راه كلاوها ولادي بصحتهم بسلامتهم. هاوليك الخبز تاعنا، هاوليك جا ما شاء الله. ها شوفوا كيفاش جا. ولا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بالاشتراك باش يلحقكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.